العنق وخلف الكتفين وأعلى الظهر من الأعراض الشائعة في جميع المجتمعات يصاب بها الناشئة والبالغين من الجنسين. يمكن أن تتحول لألم مزمن أو إعاقة إذا لم يتم علاجها مبكراً. الأسباب وعوامل الخطر: 1. الاستخدام الخاطئ للعمود الفقري والعنق. الجلوس على الأرض كعادة اجتماعية. الجلوس البعيد عن ظهر الكرسي. التحدب أو الانحناء الحاد للأمام أثناء العمل المكتبي أو القراءة. عيوب القوام ومنها الرأس والكتفين المائلين للأمام. الظهر المحدب. 2. الإصابات. الحوادث المرورية وخصوصاً الاصطدام الخلفي. شد وتمزق العضلات والأربطة العنقية. 3. أمراض العضلات. الفقرات العنقية. التآكل المبكر أو الحاد للغضاريف الفقرية. الانزلاق الغضروفي والضغط على الجذور العصبية. التليف العضلي المزمن. منها 5. الأمراض خارج العمود الفقري، بعض أمراض الجهاز العصبي، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، العيون وغيرها، قد يصاحبها ألم العنق أو الصداع. يجب عمل الفحص والعلاج الطبي المناسب. احتكاك الغضاريف، جفاف. تأكل الغضاريف الفقرية. تمتص الغضاريف الفقرية الصدمات وتمنح العنق مرونة الحركة. جفاف الغضاريف وفقدان بعض من حجمها ومرونتها مع التقدم في العمر ظاهرة طبيعية قد تقلل من مرونة العنق ولا تسبب أعراضاً مرضية في حد ذاتها. تنشأ أعراض ألم العنق عندما يكون الجهد المبذول في الرقبة يفوق من طاقة الغضاريف أو الأنسجة الرخوة على التحمل. انتشار ألم العنق: قد ينتشر ألم العنق إلى الكتف، الذراع، الساعد، وكف اليد في صورة ألم أو تنميل أو وخز. مؤخرة الرأس: أعلى الظهر، بين لوحي الكتف، صداع منتصف الرأس، صداع مقدمة الرأس والجبهة. قوام الوقوف: الوقوف المترهل والرأس والكتفين المائلين للأمام. تضع حملاً إضافياً على الغضاريف والأربطة والعضلات في العنق وأعلى الظهر، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بألم العنق. احرص على الوقوف مرفوع القامة. وقفة الجندي: أمشي بضع خطوات عند الوقوف لفترة طويلة. الوقوف الثابت لفترة طويلة يسبب إجهاد العضلات والأربطة في منطقة العنق. ضع كرسياً صغيراً وارتفاعه من 8 إلى 12 بوصة، وتناوب وضع إحدى قدميك عليه عند الحاجة للوقوف الطويل أثناء العمل أو في المنزل. الجلوس المتكرر على الأرض يزيد من حدة الضغط على الغضاريف والأربطة العنقية. تجنب الجلوس على الأرض في وضع التربع أو القرفصاء أو غيرها. اجلس على الكرسي أثناء تناول الطعام، مشاهدة التلفزيون، المجالس الاجتماعية وغيرها. الصلاة: أدي الصلاة بالطريقة المعتادة إذا كنت لا تشكو من ألم العنق. لا تسبب أوضاع الصلاة ضرراً على العضلات والأربطة والغضاريف السليمة في العنق. الكرسي: تجنب وجود فراغ بين أسفل ظهرك ومسند الكرسي عند الجلوس في المنزل أو العمل أو السيارة. ضع مسند ظهر طبي للمحافظة على الجذع مستقيماً. تجنب الجلوس البعيد عند مسند الكرسي وثني الظهر الحاد للأمام عند مشاهدة التلفزيون أو الاسترخاء في المنزل. استخدم الكراسي المنزلية الجيدة وتجنب الوثيرة أو اللينة جداً. قف كل نصف ساعة وزاول التمرينات العلاجية التي تقلل من تأثير الجلوس لفترة طويلة. تجنب البقاء في وضع الجلوس نفسه لمدة تزيد عن 30 دقيقة، غير قليلة من وضع الجلوس أو قف بين حين وآخر. العمل المكتبي، القراءة، المذاكرة. لا تنحني في منتصف الجذع. حافظ على الجذع مستقيماً وأني منطقة الحوض. ضع ذراعك اليسرى إن كنت تستخدم واليمنى والعكس على طاولة المكتب للارتكاز وللمساعدة على إبقاء الجذع مستقيماً. زاول تمرينات العنق العلاجية عند الجلوس لفترة طويلة في المكتب. النوم: يقضي الفرد بين ربع أو ثلث حياة نائماً، لذا يجب الاهتمام بأسلوب النوم ومواصفات الوسادة. استخدم وسادة طبية جيدة تحافظ على انحناء الرقبة في وضع جيد. ضع منشفة مطوية داخل الوسادة من الداخل لتسند الرقبة إذا لم تتوفر وسادة طبية. قم بتعديل حجم وموقع المنشفة داخل الوسادة قريباً من الكتف، في وضع يسند العنق عند النوم على الجانب أو الظهر. تجنب الوسادة اللينة أو المرتفعة. تجنب النوم على البطن بوسادة أو بدون وسادة. يؤدي النوم على البطن إلى شد العضلات والأربطة العنقية، ويزيد من احتمال الإصابة بألم العنق. تجنب رفع اليد أو الكتف أثناء النوم أو وضعها تحت الرأس. تجنب القراءة أو مشاهدة التلفزيون قبل النوم من وضع نصف الاستلقاء مع وضع المساند والوسائد تحت أعلى الظهر أو الرقبة. استخدم كرسياً ذو ظهر قابل للتعديل
ومسند رأس وقاعدة للقدمين عند الاسترخاء وأثناء مشاهدة التلفزيون أو القراءة. اضبط زاوية الكرسي لتلائم الوضع الريح لك. والعمل المتواصل والإرهاق المستمر أحد العوامل المسببة لألم العنق. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد. شكراً لكم على المشاهدة ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل. كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري.